السلام عليكم ورحمة الله. طبعا علشان تبقوا عارفين بس ان ما ينفعش انك انت تاخد الناس بالظاهر، او ما ينفعش تحكم على الناس من اول مرة، او انك انت ما تاخدش ما تتسرعش في الاحكام كده على طول وخلاص والكلام ده كله، وتبقى سابق للاحداث. لازم تتأنى في حكمك على الناس، لان الراجل ده ضحية تسرع للاحكام، وان الناس خدته بالظهر، وعلشان هو سواق توك توك وغلبان وراجل في الشارع وفي حاله وشقيان وطلعان عينه. وان طبعا كتر الاشاعات عن المصايب اللي بتحصل اليومين دول، فاحنا جينا بسرعة بلهوجة من غير ما نتأنى في الحكم على الراجل، وقلنا ان الراجل ده خطف بنات الست اللي هي كانت واقفة وشاورت له في الشارع. وطبعا ده غلط في حد ذاته، لان الراجل ده المعروف عنه ان هو راجل ساكن في نفس المنطقة دي، ومعاه بنات ومعاه عياله، وكان موصلهم للمدرسة. وهو راجع طبعا خطفه طبعا، وهو راجع الست دي شاورت له، وكان الطريق زحم جدا جدا، وكانت في عربية لادا بتزنق عليه. فعلشان طبعا الطريق زحمة، حود على جنب وحاول ان هو يقف على جنب علشان يوقف للست دي. لكن الناس تسرعت في الحكم وما استنتش عليه، وبسرعة وبلهجة شديدة عليه زعقوا فيه وضربوه في الشارع، ودي كانت نهايته على ايد الست اللي هي اتسرعت في الحكم عليه، وعلى ايد الناس اللي هي ما تأنتش ولو لحظة واحدة تعرف الحقيقة ايه. مع العلم ان الراجل ولا اخطأ ولا خد البنات وجري ولا الكلام ده كله، الا انه راح على جنب ووقف واستناهم. وبعد طبعا التأني والكلام ده كله، بعدين مش في نفس الوقت، اتحققوا ان الراجل ده نظيف ومعلهوش اي حاجة، وراجل سواق وغلبان وفي حاله، الى ان الناس بتتسرع في الاحكام عليه. وللأسف حسبي الله ونعم الوكيل. لكن كل اللي نقدر نقوله ان احنا نحاول يعني ما نكسرش بجبر خواطر الناس، ونتأنى في الحكم على الناس، وإن احنا يعني نصبر شوية على الناس، ما نجيش كده نكسر بشوكتهم على طول عشان هم في شغلهم وفي حالهم، نيجي على طول نتسرع في الحكم والكلام ده كله. ده الراجل ده من اسكندرية، واحنا عايزين نوجه له كلمة وندعمه ونقف جنبه، علشان اللي حصل ده ما يكسرش بخاطره وما يقعدش في البيت ولا يشتغل في حشيش ولا مخدرات ولا الكلام ده كله. الراجل غلبان وشغال على توك توك وشقيان وطلعان عينه، تعملوا فيه كده؟ ده حرام ما يرضيش ربنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.